النهارده بقى جايبة لكم صابون سائل تحفة جدًا، جدًا لغسيل الهدوم. عايزة أقول لكم مش أول مرّة أجرّبه، أنا جرّبته قبل كده قبل ما أطلّعه معاكم على الفيديو. بجد، بجد حلو جدًا ورخيص جدًا، جدًا. طبعًا كل المنظفات غالية جدًا بطريقة رهيبة، وكمان إحنا مقاطعين أجزاء منها كتير، الحاجات طبعًا المستوردة اللي بتنضّف الحقيقة. لكن هايلوكس ده بجد، بجد عامل صابون تحفة، عامل حاجة بجد عظمة. عامل حاجة للغسالات الأوتوماتيك، أيوه، للغسالات الأوتوماتيك فعلًا جرّبته جميل جدًا. ما بيعملش رغوة الغسال الأوتوماتيك وحلو أوي بيحافظ عليها، وكمان للغسالات العادية. ده بقى للغسال الأوتوماتيك بالمنظر ده، شايفين الكيس عامل إزاي؟ بجد الكيس ده مكتوب عليه 4 لتر. لمّا تعملي بكيس زي ده تقريبًا ب30 جنيه على ما أتذكر، على ما أنا كنت جايباه، يعمل لِك 4 لتر صابون تغسلي بيه تقريبًا أكتر من 15 يوم. يعني تاخدي بقى بالكوباية كده ال4 لتر مثلًا، شوفي بقى اللتر فيه كام كوباية، يعني يقضّيكِ الكيس ده يا ستّي قولي مثلًا 10 أيام أو 15 يوم على حسب الإيه، عدد الغسلات بتاعتِك. عايزة أقول لِك نتيجته حلوة جدًا والّا ريحته بقى جبارة، وبيطلّع أصعب اللي وقع، وبجد، بجد بس كتّري شوية، لإن أنا جرّبته برضه. وطبعًا بافتح الكيس كده زي ما أنتم شايفين بالاقي فيه كيسين من جوّه، كيس بودر وكيس صابون كده مش عارفة ده إيه، هنتصرّف دلوقتي وهنشوف مع بعض. أهلًا وسهلًا بيكم في شُغلة وحكاية، مع بعض بنشوف أحلى حاجة وأسهل حاجة وأرخص حاجة كمان. لو أنا جرّبت حاجة رخيصة باحاول أقول لكم عليها، وكمان لو استخدمت حاجة وطلعت نينجا برضه باقول لكم عليها. يالّا بينا كده مع بعض نجرّب الصابون ده، وحبيت أورّيه لكم كده وأنا لسه باعمله. طبعًا مليت الطبق كده زي ما أنتم شايفين، حطيت حوالي 5 لتر، مش هاضحك عليكم يعني. طبعًا مش باحط أنا 4 لتر، لأ، أنا باسيبه كمان. على فكرة كمان، وبعد ما تسيبيه، بعد ما تعملي الصابون بتاعِك تضبّطيه كويس جدًا، وتسيبيه حوالي مثلًا ساعتين كده، الكمية بتاعته بتزيد، مش بتكتر يعني، لكن هو بيتقل أوي، وبجد ريحته روعة، ويخلّي غسيلِك لا محتاج دَوْني بقى ولا محتاج أي حاجة. يعني نضافة ريحة توفير زي ما بيقولوا. بس ما تنسينيش بقى بلايك جميل منِّك وشير للفيديو لو عجبك الفيديو، وكومنت حلو كده منِّك يا جميلة، وكل سنة وأنتِ بألف خير. واكتبي لنا طبعًا بتتابعينا من أي مكان داخل مصر والّا خارج مصر. طبعًا شرف ليّا إن أنتِ تكوني متابعاني من أي مكان داخل الدول العربية وخارجها كمان. طبعًا زي ما أنتِ شايفة كده معاكِ بقى المعلقة الخشب بتاعتِك اللي أنتِ عاملاها للمنظفات طبعًا، دي حاجة ودي حاجة. امسكي بقى كده افضلي قلّبي كويس جدًا لحد أنا عايزة الصابون اللي أنتِ نزّلتيه من الكيس ده يدوب جدًا، جدًا، مش عايزة يبقى له أي أثر. دوّبيه كويس جدًا. شايفين لسه بندوّب الرغوة عاملة إزاي؟ أقسم بالله الريحة كانت جبارة. كل اللي داخل كمان كنت قاعدة كده في أرضية المطبخ، كل اللي داخل يقول لي: "إيه الريحة الجميلة دي؟" شايفين الجمال؟ أنا هاوريكِ دلوقتي التُقل كده، بس طبعًا علشان الولاد هم اللي كانوا بيصوروني فكان الوضع صعب شوية. شايفين الجمال؟ والله العظيم بجد أنا قعدت تقريبًا حاطة 5 لتر، بس شايفين الجمال ما شاء الله الريحة، وإيديّا بترغي جدًا، جدًا. عايزة أقول لِك حاجة روعة، هتجربيه بجد وهتدعي لي. هو اسمه هايلوكس زي ما أنتِ شُفتِ كده. ارجعي للفيديو من الأول وخدي screen، وبجد، بجد هيعجبِك أوي. ده صابون للهدوم، عملنا مع بعض قبل كده صابون الأطباق، برضه كان جميل، حلو جدًا، جدًا. وكفاية إن هو موفّر في الأيام الجميلة اللي إحنا فيها وغلا الأسعار طبعًا، وداخل رمضان وداخل العيد، وطبعًا عايزين بقى نعمل تنضيفات رمضان وتنضيفات العيد وأنتم فاهمين بقى اللي مستخبي طول السنة بنطلّعه. والله طول السنة بننضّف، بس برضه عشان العيد ما يجيش ويقول علينا حاجة، وكمان رمضان تنضيفة رمضان، رمضان ما يجيش ويقول علينا حاجة. أنتم عارفين بقى العادات والتقاليد بنحاول إن إحنا نهِد نفسنا بأي شكل الحقيقة. الستات دي ما بتريّحش نفسها أبدًا الحقيقة والله. يعني أنا بنتي دايمًا تقول لي: "يا ماما أنتِ ليه بتحاولي تهدّي نفسِك، ليه ما بتحاوليش إن أنتِ ترتاحي؟" لكن للأسف إحنا كلنا أخدنا على كده. اللي خَد على كده زيي ما بيعرفش يقعد، يعني بيخاف يرتاح تقريبًا، أو بيخاف إنه ما بيقعدش إلا لمّا بيكون تعبان بقى. باكلمكم بأمانة والله. طبعًا جاية النهارده أتكلم معاكم في الفيديو ده كده، مش هنحكي حكايات النهارده، لكن هنحكي حكاية الصابون الجميلة دي. شايفين لونه؟ لو أنتِ بقى غاسلة الأبيض بالصابون ده هو هيزهّر لوحده. يعني مش محتاجة دَوْني ولا محتاجة زهرة ولا محتاجة صابون، يعني ال3 في واحد. نضافة ريحة توفير زي ما أنا باقول لِك. بجد والله العظيم حلو جدًا، جدًا، جدًا. أنا عندي غسالة فوق أوتوماتيك باستخدم لها منه الصابون ده، وكمان الغسالة الأوتوماتيك أنا هاجرّب معاكم النهارده الكيس اللي أنا طلّعته لكم الأول ده، هاجرّبه. لكن أنا قُلت لكم جرّبته، فعلًا جرّبته في الغسالة اللي فوق أوتوماتيك، بيعمل رغوة رهيبة جدًا، وبيخلّي الهدوم ريحتها جميلة وكمان ناعمة وحلوة جدًا، جدًا. يعني
بنحاول إن إحنا نوفّر على نفسنا ونوفّر على ولادنا، بدل ما نجيب صابون أو يعني حاجات المنظفات بفلوس كتيرة، لأ هنروح نجيب بيها بلح أو ياميش رمضان أو أي حاجة. إن إحنا بنحاول إن إحنا نوفّر على نفسنا أو يعني حاجات توفّر على بيتنا وعلى ولادنا كده يعني. طبعًا أنا زوّدت الكمية بتاعة المَيّة وعملت كيسين عشان يفضلوا فترة معايا وأستخدمهم على مدار فترة طويلة يعني. أنا باجي كل فترة كده عندي إزازتين من اللي هم بتوع المَيّة المعدنية الكبار دول، اللي تقريبًا بتاخد 10 لتر أو 9 لتر، مش فاكرة صراحة. باجي كده أقوم عاملاهم ما شاء الله وباقوم مالياهم، اللهم بارك. وكمان شايفين اللون، اللون روعة والله يا جماعة، اللون جنان. وكمان شايفين أظن باين يعني تُقل الصابون باين وأنا باقلِّب. ريحة ونضافة وجمال وببلاش، يعتبر ببلاش بالنسبة لأسعار المنظفات. أقل كيس من اللي إحنا بنستخدمه الغسالة الأريال يعني أو أيًا كان، مش نوع الأريال، مش قصة أريال أو أو أوكسي أو أي حاجة تانية. لأ شايفين الجمال، شايفين التُقل، بجد تُقل وجمال. شايفين أصلًا الكوباية اللي أنا باعمل بيها ما شاء الله الصابون واقف عليها عامل إزاي، تقيل جدًا وجميل جدًا وريحته روعة. طبعًا بعد ما تجرّبيه يا ريتِك تقولي لي في الكومنتات. هو بييجي من عند بتاع المنظفات، قولي له عايزة الكيس اللي هو بيعمل الصابون بتاع الهدوم، صابون الهدوم. وفي كمان صابون سائل اللي هو للأطباق، في موجود من ده ومن ده. بالأطباق في بالليمون وفي بالتفاح، وده تقريبًا هو مكتوب، مش مكتوب عليه روايح، يعني تقريبًا بالفُل أو حاجة زي كده. بس بجد حكاية، جرّبيه وهتدعي لي. وطبعًا ما تنسينيش بقى بلايك جميل منِّك وشير للفيديو لو عجبِك الفيديو، ويا ريت تعرّفيني بتتابعيني من أي مكان. طبعًا هنجيب بقى الإزازة كده زي ما أنتِ شايفة، وهابدأ بقى أعبّي كده. بسم الله اللهم بارك. شايفين؟ تقيل جدًا، جدًا. هابدأ بقى أعبّي الكمية كلّها بتاعتي، وأعبّيها بقى في أزايز كده وحطّيها تحت الحوض. استخدمي منها بقى طول رمضان، طول التنضيفات بتاعتِك بقى. بنغسل بقى دلوقتي كل حاجة عندنا في البيت بنغسلها، الحيطان والستاير والسجاد والدنيا، ينفع لأي حاجة. ما شاء الله اللهم بارك، حلو جدًا، جدًا، جدًا. ريحته جميلة وتقيل وروعة. بنحاول طبعًا أي حد كده بجد يا جماعة، أي حد جرّب أي حاجة من منظفات، حاجات زي دي تسهّل علينا وتوفّر علينا، يا ريت تكتب لنا في الكومنتات نجيبها معاكم ونجرّبها كمان معاكم، ونقول لكم رأينا ونسمع رأيكم. وبنحاول إن إحنا نفيد بعض أو نستفاد من بعض، أو يعني بنحاول إن إحنا كده إيه، نشجّع بعض. ويا ريت تشجعوني كده وتنشروا بقى قناتي كده لأصحابكم وأصدقائكم وأخواتكم وحبايبكم. إن شاء الله كده تبقى قناة كده مليونية بدعمكم وبحبكم. طبعًا باحبكم في الله، واستنى دعمكم الجميل وكلماتكم الجميلة وكومنتاتكم الروعة. وإلى اللقاء في فيديوهات كتيرة مع بعض إن شاء الله.